ملئ بالاحقاد. كذاب كأبي المنقاذ اليهود خان الأجداد يحمي بزيف طهارنة سبب فلسطين الأمجاد. قد خل بسلم المختل قد خل بسلم المختل لعبانا أفعل ململ وأبوه عشق المحسن سلم لولاه المصطفى نحن نجمعنا هنا أقام عشيرا مهمنا بلغونا أوهام حمينا بلغونا أوهام حمينا آتنا نحن نحن ذلك الفكر بالهدى وليس الفكر بالهدى لأنه الشعب بالهدى كيف النصارى المسلمين هذا الشعب بالهدى الرضاعة بالهدى شاعر الثورة في التل 11/8/2011. أين ستشير لخطيب العدوى الشرير في الشهداء يطعن ويدير شركات الإطلاق المؤثير تدعو للفتحة في الجمعة فيقول الشيخ مندفعا بل في عينه الصناعة يخبرون بكذبا منقطعة. لا تسمعوا أصوات الخنان لا تسمعوا أصوات الخنان الحرية نوم لا نام لا تمنع سلوك الناس ما ذاك ليجرح إحسان الشعر قدر لا نام الشعر قدر لا نام ما قاس الكذب بها النسيان ما عرفوا من دين العزة ذبحونا قبول توزة باعونا مثلك يا غزة فاحترموا جرحك يا حمزة. شبيحة بشار عاري شبيحة بشار عاري جاروا في أرض يتنزاري من يوصل أطفالي جاروا في أرض يتنزاري ذبحوا القتلى ما حدوا عبر المشنقة لقد شدوا ليهودا أبدا ما صدوا واكتفوا بحق ما ردوا هنا متفكرين ولكن حين قالت دارها حرية وحين قالت حما حرية وحين قالت حما حرية يستعدون نفسهم سوريا بأجمعها وقد كلمة حرية وما ردوا على إسرائيل حين تدمين الغزة لأن إسرائيل لديها سلاح لكن الشعب السوري قام أعزل قام بثورة سلمية فقاموا بوجهه يدخلون النار عليه. شاعر الثورة في التل أمام مبنى البريد. جعلوه قبرا للفرعى فلو الإسلام لهم مسعى فدعوه ندعوه فأسعى حكما والله مولانا حكما ورسول الله مولانا حكما هذا النصر قد آنا حكما ودين الله حيانا. بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. شاعر آخر في التل من الله لم يخفى